هو انت لما تحدفه بازازه كده انت خدت حقك؟ يعني كلامي هنا للجماهير اللي هم حدفوا الازازه على كولر، واللي هم عملوا المنظر اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، اللي ما اعتقدش ان في اي بني ادم يحب ان هو يشوفه. بص بقى، بعيدا عن اهلي، بعيدا عن زمالك، بعيدا عن الهزار وعن الضحك، لان الصوره دي اول حاجه احنا مش متعودين عليها عامه في الملاعب المصريه كجماهير، لا دي اصلا من عاداتنا. ولا هطلع اغلط بقى في جمهور الاهلي واقول لك ان عيب اللي ده حصل، هو عيب، هو اللي حصل اصلا عيب، لكن مش دي الطريقه ابدا اللي انت تعبر بيها عن غضبك. عندك مليون طريقه تقدر يعني تعبر بيها عن ان انت متضايق، تقول ان هو السبب، في الاول وفي الاخر دي كوره. لكن ان انت تتعدى على مدربك او تتعدى على مدرب هو بعيدا عن كوره بقى، هو راجل سنه كبير، على حكم السن ان هو كراجل كبير ما ينفعش ان هو يحصل معاه كده. طبيعي جدا اي اهلاوي لما يشوف صوره زي ده يبقى رافضها. فالموضوع هنا مش موضوع اهلي ولا موضوع زمالك، فكرة ان انت لازم لما تشوف حاجه غلط تطلع تقول عليها ان ده تصرف غلط وما ينفعش ان هو يحصل تاني. وبالنسبه لموضوع الازايز ده، انا كنت موجود في الاستاد، الجمهور اصلا اللي في العلوي لما الماتش خلص هو بيرمي الازايز على الجمهور اللي تحت. طب انت يعني كان ممكن ان الناس كتير تتعور وكان ممكن الناس كتير تتاذي، انت ايه غرضك من ان انت بترمي ازايز؟ يعني انت لما ترمي ازازه على كولر او ترمي ازازه ممكن تصيب بيها حد من الجماهير اللي موجوده زمايلك في المدرجات، هل انت كده شفيت غليلك؟ فتصرف غريب بصراحه، انا مش فاهمه لغايه دلوقتي.